الشغله تعذيب والله ما تعذيب. إذا سمحتوا يا شباب خلاص عشان القصة سلم عليهم مع بعض. تسلم ايديهم سلم عليهم سلم عليهم تسلم ايديهم. إذا سمحتوا يا شباب بنروح والله بنروح البيت شلون بتعمل ايه؟ يا شباب بدنا نمشي بالفصل بعد إذا سمحتوا يا شباب. لقد وصلنا يا حلب لنخرجك من ظلمها إلى عدلنا نحن. فنحن أهل حلب يا أيها الشباب العظيم، إن المهمة علينا كبيرة وإن الحلم علينا عظيم وإن المستقبل هو بأيدينا نحن. فإن هنالك جيلا قد أدى ما عليه من أمانة والغاية بأيدينا نحن لنقف اليوم ونعليها ونقول للمستقبل يا أيها المستقبل افتح صفحاتك لنا اليوم فإنا لجيل أقسم أنه لن وإنا لجيل لم يكل ولم يمل حتى يبني سوريا. يا أيها المستقبل افتح لنا اليوم. عندنا طلب من اخوتنا المهاجرين من اخوتنا بالغرب ومشترك في كل مكان اللي تهجروا بسبب ظلم بشار قصف بشار. بنوجه له احنا المتغربين اللي واقفين معنا وساندنا كل التحيه ونخلي اخوتنا جينا شعشاعه يعيش باسم المهاجرين. يمكن مثل الحلم يعني كنا برا ونشوف كل الوجع، كل حدا كان عم يتوجع هون كنا عم نحس نفس القهر ونفس التعب وجع. فكان حلم بالنسبة لنا انه نوقف ساحة سعد الله عم نحتفل بالنصر كل عام وانتم بخير. ويمكن دوري اني وجه تحية لكل حدا برا سوريا، قول لهم يعطيكم العافية وبدعي لهم ليرجعوا على البلد لنعمرها سوا. والسنة الجاية ان شاء الله نكون الكل بخير والكل بسلام وكل عام وانتم بخير. يا شباب نحن شبابنا حمايين ونحن لازم نساعد بعض. شباب ثوار حلب حقكم على راسنا. مين اللي صاير معه مشكله؟ حقكم على راسنا يا حلو. يعني شباب الامن العام انطلقوا سامحونا وسامحوهم. حقكم على راسنا يا حلو يا محمد عجار عجار. يلا الله إذا سمحت وصلنا المنصة يا شباب معنا. يا جماعة عندنا بالثورة قبل كلمة أستاذنا أبو راكب استأذنوا ممثلين أبو الدفاع المدني. علي
نحن نحن انتصرنا لانه ونحن اصحاب قضيه. ما بكفي طولك لازم تقدم، لازم تقدم الجميل حتى تنتصر. بعد ما هجر النظام القائم كل الثوار بالحرب القصد خلاص وجهنا بالغوطه وتجمعنا في شمال غرب سوريا، وصار النظام على بعد 10 كيلومتر عن سرمدة. انه الحلال وانه الثوره انتهت ونحن كلياتنا ملكيين. فكنت دائما بدي امام اولادي حتى يستلموا الرساله ويكملوا المشوار اللي احنا بدنا. كنت بقول لهم نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت، نحن لن نستسلم، ننتصر